تخيل نفسك في أرض معركة تشوف فيها غير الدماء، وتسمع فيها غير أصوات الرجال وأصوات السيوف، وتشم غير رائحة الغبار. بعد فجأة تشوف شاب أمامك نحيل الجسم، رافد السيف في يده، وجهه مليء بالنور، ويبتسم كأنه يرى الجنة أمامه. بعد تقرب منه أنت رويدا 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 لتكتشف أنه الصحابي البراء بن مالك. اليوم غادي نحكو قصة هذا الصحابي رضي الله عنه. البراء بن مالك هو فارس مغوار من فرسان الرسول الأخيار ومن فضلاء الصحابة الأنصار، وهو أخ الصحابي أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. منذ أن كان صغيرا كان يسعى دائما لخدمة الإسلام رضي الله عنه. البراء بن مالك قتل من المشركين الكفار 100 رجل مبارزة، وكان يحب الموت في سبيل الله حبا شديدا، لدرجة أن الصحابي عمر بن الخطاب عندما كان خليفة على المسلمين كان يرسل لأمراء الجيش ويقول لهم لا تستعملوا البراء على الجيش خوفا عليه. شجاعة البراء بانت في معركة اليمامة عندما قاتل المسلمون مسيلمة الكذاب. المسلمون بجيش وبنو حنيفة بجيش، وتقارعت السيوف وتطايرت الرؤوس، واشتد الأمر على المسلمين لدرجة أن بنو حنيفة تمكنوا من الضغط على المسلمين فتراجعوا قليلا. هنا ناض الصحابي خالد بن الوليد ونادى في المسلمين وقال قم يا براء. ناض البراء وركب في الفرس تاعه ونادى في المسلمين يا أهل المدينة لا مدينة لكم اليوم، إنما هو الله وحده والجنة. فاشتدت عزائم المسلمين وتمكنوا من رد الضغط، ففر المرتدون مدبرين إلى قلعة تسمى حديقة الموت. الحديقة، هذه الحديقة محاطة بأسوار وغلقوا أبوابها. المسلمين ما قدروش يدخلوا. هنا جاء البطل الصحابي البراء بن مالك وقال جملة أقل ما يقال عنها أنها الشجاعة في حد ذاتها. قال لهم حاجة ما تصوروهاش تماما، خطوة هي اللي راح تغير مجرى المعركة. راح عند المسلمين وقال لهم أيها المسلمون احملوني وارموني فوق الأسوار داخل القلعة وأنا سأفتح الأبواب. اندهشوا المسلمين، قالوا له لا يا براء، ماذا ستفعل يا براء؟ قال لهم أنا أصر. رفضوا البراء بن مالك ورموه داخل القلعة، فوجد نفسه يواجه جيشا وضربات السيوف تنهال عليه من كل مكان، إلى درجة أنه تلقى أكثر من 80 ضربة وتمكن من فتح البوابة، ودخل المسلمون وتمكنوا من أعدائهم وقتل مسيلمة الكذاب. ولكن الخبر المؤسف للبراء بن مالك أنه لم ينل الشهادة، لا زال البراء حيا يرزق. لا زال البراء حيا ولا زال يقاتل مع المسلمين في الفتوحات الإسلامية. في يوم من الأيام في معركة ضد الفرس اللي كانوا ينتهجوا أساليب وحشية، الفرس دخلوا في قلعة من القلاع تاعهم وبلعوا على أرواحهم الباب. كانوا يستعملوا واحد الحيلة اللي هي يرموا سلاسل حامية بالنار ورابطين فيها كلاليب متوهجة، يقول لك ربما يلصق فيها واحد من الأعداء ويسحبوه. فجأة واحدة من هذوك الكلاليب لصقت في الصحابي أنس بن مالك وبداو يسحبوا فيه. شاف أخوه البراء وراح يجي يمسك هذيك السلسلة وحاول أنه يقطعها مرارا وتكرارا، وتمكن أنه يقطع ذيك السلسلة. ولكن المفاجأة الكبرى ما رآه المسلمون في يداه الطاهرتين أن اللحم ذاب وبان العظم في يديه رضي الله عنه.
وجاءت اللحظة الحاسمة في حياة البراء بن مالك، أين التقى المسلمون في معركة ضارية مع الفرس، وتضاربت السيوف وتطايرت الرؤوس وتأزمت الأوضاع على المسلمين. هنا نض واحد من المسلمين ونادى البراء وقال له: يا براء، ألا تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيك: رب رجل أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. هنا البراء قال له: نعم. فرفع كفيه رضي الله عنه وقال: اللهم امنحنا أكتافهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وألحقني اليوم بنبيك. فحميت نفوس المسلمين واشتدت عزائمهم وانتصروا على عدوهم بإذن الله، ودخلوا فرحين وكبروا: الله أكبر، الله أكبر. ووسط هؤلاء الشهداء يتوسد بطلنا البراء التراب المضمحل بدماء الشهداء، وسيفه ملقا بجواره. قد وصل المسافر إلى داره وحقق مراده، رضي الله عن البراء بن مالك. البراء بن مالك ليس مجرد قصة، بل هو درس يعلمنا الإخلاص والشجاعة. هو لم يكن يبحث عن الشهرة، بل كان يعلم جيدا أن الحياة الحقيقية هي في جنات الخلد. رضي الله عن البراء بن مالك.